ذات اشتر كتكوت. وكالعاده يا ساده زي حال كل بيت مصري اصيل مش عارفين كل يوم ان هم يطبخوا ايه. قاعده كده انا قرة عين عمالين نتناقش، ماما ايه رايك نعمله اكل ايه النهارده؟ قالت والله يا ندى ما انا عارفه. قلت لها يا ماما احنا زهقنا من الاكل التقليدي نعمله ايه؟ قالت لي مش عندك لحمه في الفريزر؟ قلت لها قالت لي طب طلعيه واسلقيه واعملي لنا شويه شوربه. قلت لها لا يا ماما انا زهقت من اللحم المسلوق. قالت لي خلاص ابدعي بقى. قمت وقلت في 8 دقيقه اعمل اكله عظمه. رحت جايبه بقى بقيته حطيته قدام التلاجة وانا قصيره ومش طايله وريقي ناشف وحيله هد، بس قلت يا بت وعادي. جبت اللحمه وجبت الباميه من الفريزر، جيت كده على الحله رحت حاطه المكعبات اللحمه فيها وحطيت عليها بصل وفصين توم ورقتين مروه وشويه فلفل اسمر واديله ودي اديله ودي اديله ودي اديله ودي اديله ودي اديله ودي، ورحت نازله عليها بالطماطم ورحت حاطه عليها مكعب مرق وشويه كزبره ناشفه، ورحت ايه ما لقيتش فلفل اسود حطيت شويه فلفل اسود في الكبه ورحت حاطه عليها شويه ملح وقعدت افرم. يا اولاد الفايده انت بتحط شويه ملح على الفلفل علشان ينعم معاكي كده ويبقى جميل. المهم كده لقيت الصلصه اتسبكت ورحت جايبه شويه ميه مغليين وحطاهم. وللناس اللي طلبوا مني كذا مره طريقه الرز المعمر تعالوا معايا بقى واحنا هنعمله مع بعض على طريقه الشيف فراك السوري. جبت كده البرام بتاعي ورحت غاسله الرز وحطاه فيه وحاطه شويه ملح، رحت نازله بلبن كان اللبن عندي سخن وحطيت الوش ده يا ولاد اللي بيعمل البرام بتاع الفرن حاجه كده عظمه قوي بجد. وحطيته في الفرن قلت له روح الله معك. بصيت كده على اللحمه لقيتها بتغلي، قلت كده اهم من الشغل يا بت يا ندى ضبط الشغل. يعني اغسل المواعين اللي ورايا عشان حماتي تتبسط مني وتفرح. اهم حاجه ان هي تتبسط عشان دي قرة عيني طبعا، ولما تكون هي مبسوطه هيكون قرة عيني مبسوط وهيكون انا كمان مبسوطه. غسلت كده المواعين خليتهم ايه فل شمعه منوره. رحت بقى مطلعه البرام من الفرن ورحت مغزاه كده بالمعلقه وحاطه فيه السمنه البلدي بتاعتي. قلت له بقى ايه روح بقى الله معك. رحت حطاه في الفرن كده ورحت قافله عليه. بصيت كده على الصلصه لقيتها اتسبكت، نزلت عليها بقرون الباميه بتوعي ايش يا بت في قلبك في قلبك، ونزلت عليه بالميه ورحت نازله بالملح. لعلمكم انا ما حطيتش الملح في الاول علشان اللحمه تستوي كويس، واي حد يعمل لحمه يا ريت ما يحطش الملح في الاول، خليه قبل ما اللحمه كنا ناقصه سنه سوا كده. ورحت مفضيه في البرام ورحت حطها في الفرن. قلت له روح ربنا معاك يا حبيبي. كده البرام خد يتظبط كده في الفرن وخد وده مع نفسه وغرفته هنا ايه وكده جاهز على التقديم في ايه في كرشك في كرشك يا اختي في كرشك. وده الوش بتاع البرام اللي بيحبه قرة عيني طبعا. احنا قرة عيني اهم حاجه راحته ورضاه هو وامه طبعا وعادي. والمهم كده قلت له اتفضل يا حبيبي بالهناء والشفاء. دوقي بقى يا امي اللي انا عملته قولي لي ايه رايك فيه. انا مش هاكل غير لما انت تاكلي الاول. الله ايه الجمال دي يا ندى، بالهنا والشفا في ايه قلبك. الحلاوه دي والله تسلم ايدك يا ندى. طب دوقي طب الاول بعدين هتبقي قولي دوقي. الجواب بيبان من عنوانه يا بنت والله. تسلم ايدك من غير ما ندوق، ده حاجه جميله والله. اه ما هو الرز بقى انا عاملاه بالسمنه البلدي عشان كده انت شم ريحه حلوه. وحتى الباميه بالهنا والشفا على قلبك يا امي. يلا دوقي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اللهم صل على النبي. الله ايه الجمال ده. دوقي بقى الباميه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما شاء الله. بالهنا والشفا يا امي. كفايه الوش بتاع الرز المعمر ده. انا عاملاه عشانك مخصوص. تسلم ايديك يا الله ما شاء الله. والباميه جميله واللحمه ايه الجمال ده. لا حاجه جميله. بالهنا والشفا.